السلام عليكم. أقوال من هنا وهناك. يقول ابن خلدون، يقول عندما سألت أحد كبار السن: آه، أين هو الشيطان في بلادكم؟ قال: الشيطان كنا لا نعرفه، ولكنما عندما دخلت العرب نعم واستولوا علينا بفتوحاتهم، عند ذلك عرفنا الشيطان. ابن خلدون هذا. زين، طبعا انا جمعت اقوال، يعني اقوال مثل ناس محدثي القول وقديمي القول، يعني او باحثي اجتماع او فلاسفه او اقتصاديين. مش كم قول جميل، يعني شوي خلينا شوي نمر به شوي، نستقطبه، وبنفس الوقت نعم نهمش عليه حسب الافكار. كما قلت لك ابن خلدون يقول كذا. فأما الدكتورة نوال السعداوي، هاي الدكتورة المصرية اللي توفت قبل سنة أعتقد، تقول طبعا هي من أصل يعني شيوعية، هاي الأصل. زين، لكن أفكارها يعني أفكار يعني راقية. فالدكتورة تقول يرجمون الشيطان منذ 14 قرنا فماتوا ولم يمت الشيطان، وأن الشيطان الحقيقي هو معشش في عقولهم المتحجرة، وأن الشيطان يموت بالعلم وبالمعرفة وليس بالحجارة. وبالفعل يعني هو يعني شو تريد تقول؟ يعني هنا تفسير معنوي، تريد تقول أنه الإنسان يحيا بالعلم ويموت بالجهل. يعني مثل ما يقول أحد الشعراء، يمكن الشاعر يقول أحد الشعراء، يقول: وكل فضيلة فيها سناء، رأيت العلم منها فيك أسمى، فلا تعتد غير العلم ذخرا، لأن العلم كنز ليس يفنى. فهي بالعلم هنا تقصد أنه الشيطان شو وقت يموت بالعلم وبالمعرفة. ايش قد اكو ناس جهلة يعشش عندها مثلا الاساطير والسحر وغيره والتنجيم، زين، والابراج. لحد الان قاتل روح البرج الفلاني وبرج الثور وبرج الصخلة والاسد وشكو. زين، يعني مثل ما يقول: خذ ما تراه ودع شيئا ما سمعت به، في طلعة البدر اغنيك عن زحلي. وين يعني انت؟ فهالمساكين ذولي كما قالت بالفعل. فثالثا، ومنه مصطفى محمود، هذا همينه، هذا كان عنده برنامج في الثمانينات، في بداية الثمانينات يطلعوه بالليل، وهذا هو مصطفى محمود، وهو أصله دكتور. قصة يعني جميلة عنده، وبعدين ألحد وبعدين آمن، رجع إلى إيمانه. المصري يقول: كيف نصنع الأجيال كيف نقنع الأجيال القادمة أن الشعوب التي تصلي صلاة الاستسقاء تستورد من الشعوب لا تصلي أبدا. شو يريد يقول؟ طبعا هنا يعني هي الصلاة اللي يعني قديما، يعني قبل، يعني احنا نقول انه هاي قديما كانت يصلون صلاة الاستسقاء العرب، انه اذا اصابهم الجدب والقحط يصلونها، عسى وان الله يبعث بغيثه، وهو رحمته وسعت كل شيء. فهنا يقول يعني همين كذلك بالتعليم، يقول يعني لابد وان نتطور. هنا يتحدث عن التطور، يعني من خلص انه يعني كل دعاء، لأنه الدعاء إذا مو حركة ليس للإنسان إلا ما سعى، كما قال القرآن. بعد طه حسين يقول: المخترع عديس الذي أناره، المخترع عديس الذي أنار العالم، سيدخل النار، والعرب الذين أغرقوا أوطانهم بالخراب والدمار سيدخلون الجنة. أين العدالة؟ إنها أمة غارقة في الظلام والتخلف، وتعادي العلوم وتعادي العلم والعقل، وتنتصر بالشعارات الكاذبة. زين،
يعارضون كل شيء، حتى إذا ما أردنا الحب يكون ثالثهم، يعني المحب، واحد يحب لوحده، يكون ثالثهم الشيطان. ولكن إذا أردنا أن نمارس الحرب يكون ثالثهم الله، يعني هنا بالحرب الله وهناك الشيطان. طبعا هنا يعني قول يعني كوميدي جميل هو، زين. يقول يعني نرجع إلى أديسون، يعني حتى إذا أديسون يعني مرات اكو حتى الخطباء انه فلان مثلا ملحد الله يدخل النار لانه يعطي دنيا، ما اعتقد. يعني الله سيد الكرم، لان ما دام هذا خدم الانسانيه وش راح يدخله بالنار؟ يعني شو يسوي دخله بالنار؟ شنو الله يعني شنو يكتفي يستشفي يعني انه اذا دخل الله رب العطاء والكرم، زين. بالعكس هذا يدخل الجنه لانه خدم الانسانيه، وكل انسان يخدم الانسانيه. شخص انت ذا خدمك تخليه فوق راسك. فما رايك بالذي انار العالم بعدما كان الظلام يعم الحياه؟ ها؟ فطبيعي يعني وما جزاء الاحسان الا الاحسان، هاي الانسان البسيط، لكن الله احسانه عظيم. فهاي الفكره انه اديسون او غيره، في حين اديسون مؤمن، ما اعتقد يعني ملحد، لا مؤمن. هو اديسون هو الذي قال مقولته الشهيره اللي يقول الحمد لله الذي لم اصنع اسلحه قاتله، وانما اتجهت الى علم اخر اللي هو علم علم الفيزياء وعلم التطور اللي هو يعني علم الكهرباء وغيره، زين. فهذا بالفعل يعني لا بالعكس الله يدخل الجنه، يعني ما عنده شيء. ملحد يعني من اللي يدخل الجنه مجرد انه يصلي وهاي العبد ربهم حيث يدخل الجنه، زين. لو هذول اللي اناروا العالم بافكارهم، زين، ما اعتقد يعني الله ورب العطاء هم ذولي لا اذوا ولا مجرد انه ما امن بالله. يعني شنو الله يدخله في رحمته يا اخي، فهاي يعني حقه، زين. هنا دستوفسكي شو يقول تم تخدير الشعوب. هذا دستوفسكي الاديب الروسي، وهذا هو من اساطين الادب يعني، وهذا هو رجل هذا غني وعاش حياة الفقر، يعني كل أمواله كلها وزعها، زين. هو هذا دستوفسكي، هو وزوجته إلى أن افتقروا، مات زوجته وبعدين هو. فدستوفسكي يقول تم تخدير الشعوب بعدما سرقوا أموالهم بتوظيف الدين بإقناع الفقراء بأنهم سيدخلون الجنة قبل الغني، زين. يعني هذا الغني انه خوليش يعني انتم وشنو المانع انه انت اذا اعطيت يعني وزعت الاموال بالتساوي، زين، انه والله هذا يتحمل كما قيل الان يصعد احد الخطباء وكذا انه يصبر الفقير، زين، على تعبه، زين، وعلى قدر المشقة، التعب على قدر المشقة وكذا، زين. في حين انت حياتك مترعة وتنتشي، نعم، وترتوي فيما لذ وطاب، والفقير يفترش الارض ويلتحف السماء. ما اعتقد، لا بالعكس. ليش؟ المفروض يعني هاي الفقراء اللي تساوى، يعني الدولة تساوي انه، والغني ما يكون غني. ما كان الإمام علي في نهج البلاغة يقول ما جاء فقير إلا متع الله به غني، وأن الله غدا مسائله معناه المعنى هذا، زين. مثل ما يقول أحد الشعراء يقول لعمرك ما ذاق في البلاد رزق العباد
ولكن ضاقت أخلاق الرجال. أخلاق الرجال هي اللي يعني هو اللي من اللي يصنع الحياة، هو الإنسان يصنعها زين، ويدمر الحياة هو من الإنسان. بعد علي الوردي الباحث الاجتماعي الله يرحمه الدكتور، هذا هو اللي الرجل فذ في الاجتماع، وطبعا أصله هو لغة عربية، علي الوردي لغوي رجل، بعدين ذهب إلى أمريكا ودرس الاجتماع، علم الاجتماع، وطور نفسه. طبعا طور نفسه، قام يروح للمقاهي وكذا ويسأل، وهذا يعني طور نفسه شلون يعني، مو فد نظريا لا، وإنما عمليا طور نفسه، سأل وإجابة. شلون سقراط الفيلسوف اليوناني كان يبحث عن الحكمة والفضيلة، يسأل بها الناس، يسأل زين، هو نفسه يقول والله لا أكل ولا أمل من السؤال. فعلي الوردي يقول الإنسان في أكثر الأحيان لا يختار عقيدته بإرادته، بل يتلقاها من محيطه الاجتماعي جاهزة، ثم يتصور أنها خير عقيدة أنزلت للناس. وبالفعل يعني الأغلبية، العم الأغلب أنه الناس ياخذ عقيدته يعني من أبوه، يعني مثل هذا مثلا ياخذ عقيدة مثلا المذاهب أو غيره. مثلا فلان أبوه علي وهم فاطمة اعتياد، شي يسمي نفسه اعتياد عبد الزهرة لو عبد علي زين. لكن فلان مثلا أمه سوزان وأبوه جاك، هو ما يسمي نفسه عبد ربه، لا. فالعقيدة كما أخبر علي الوردي، يعني العقيدة يأخذها مرات دائما من محيطه ومن أبويه ناخذ. يعني ما منا مثلا واحد راح دور مثل قرأ وتتبع واستقطب الكتب اللي هي المعتمدة والمصادر المعتبرة، يعني ما قرأ للآخر، يعني فلان ما يقرأ إلى فلان الآخر، لا، يبقى محدود على أفكاره أنه والله أنا حقيقي أو أنا صح زين. مثل ما يقول يعني مثل شلون القبائل هسه، يعني القبائل يعني كلن ينشدوا شجواء، كل من يقول انه اني زين، انا القبيله الفلانيه، في حين كل الناس قبائل وغيره زين. لكن لو يدور هو هذا الباحث، يعني المفروض يبحث عن عقيدته ويقرأ للآخر، يقرأ له لكان تنور، مو وهواية اكو ناس قرأت وراحوا عن مثلا. وطبعا العقائد من الصعوبة، يعني العقيدة صعبة، لابد يراد للاطلاع وقراءات زين يا بقراءات. فكما أخبر الوردي يقول إنه العقيدة يعني تأتي إلى المرء زين عن طريق المحيط، يعني ليس بإرادته، بل يتلقاها من محيطه الاجتماعي جاهزة، ثم يتصور أنها خير عقيدة زين. وكل حزب بما لديهم فرحون، يعني كل من يتمسك به المفروض يطلع يعني يعني يكون ما يقول وكلانا يدعي في هذا العلم شيئا فدعني لا أقول ولا تقول، لا بد أنه يعني تتلاقح الأفكار فيما بينها حتى يطلع الآخر يطلع على الآخر. يعني مثل ما أكو تعاون بين الناس للناس بعضهم لبعض وإن لم يشعرهم خدموا، كذلك التعاون بالأفكار والتلاقح بالأفكار، نعم، حتى تأتي العقيدة بأريحية الإنسان يأخذها. هذا بعد منه أتذكر هذا قول هو لكن أنا أعتقد هذا قول هذا السيد القمني مصري هذه، وأعتقد هذا آخر أيام ألحد. فيقول علينا أن نشكر الله لعدم استجابة
عدم استجابة دعوانا على الغرب بالهلاك والدمار على مدار 1400 سنة، لأنه إذا استجاب الله أنه سوف نسكن الخيام ونسافر على البغال والحمير ونتواصل بالحمام الزاجل، زين، نعم، ونشرب بول البعير، نعم، ونتداوى بالحبة السوداء. يعني يقول احنا لو ما اعتمادنا، يعني هم زين الله، ما احنا دائما ندعي على الغرب، يقول الله ما يستجيب دعائنا، يعني في قول كوميدي هو، وان كان هو اغلبيته صح، ما يستجيب. هو لو استجاب دعانا كان بقينا على الحديدة، كان لا جتنا سيارة ولا صعدنا قطار، لا ولا ركبنا طيارة، كان بقينا على بول الحمير نشرب. زين. وفت قول جميل، مثل ما أتذكر أحد الشعراء يقول أحد القبائل، قديما، يقول لك كسرى كان أعقل من تميم، ليالي فر من بلد الضباب، فأسكن أهله جنات عدن وأنهارا عذاب، فصار بنو بنيه ملوكا وصرنا نحن أمثال الكلاب، فلا رحم الإله. يعني قبيلة ما أريد أذكرها. فيقول يعني ذولي قعدهم، هذا كسرى قعدهم بيوان كسرى اللي كانت الحضارة، اللي كانت تعج بأهلها بجمالها وباروقتها، اللي بالمدائن كانت هاي العاصمة مال الفرس، زين، وكانت هاي من أجمل البقاع. حتى المتنبي له قصيدة قال عنها مغاني الشعب هي شعب يوان كسرى عليها، وهم اكو قصيدة همين لابو أبو نواس وأبو تمام. فخلينا نكتفي بالقصيدة المتنبي، يقول مغاني الشعب طيب المغاني بمنزلة الربيع من الزمان، ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان، ملاعب جمة لو سار فيها سليمان لسار بترجماني. يقول كانوا أقوام هناك ولغات ما تتعارف، ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان. كان غريب العربي لأنه كانت الفرس، يعني الحضارة الفارسية كانت تحكم آنذاك قبل الإسلام وبزمن كسرى، وكانت العاصمة هي هاي المدائن، كانت عاصمة الفرس لحد الآن يوان كسرى، وطاق كسرى يصح له. فالحقيقة هذا خبر ما عندنا من هذه الأقوال، وقد عقبنا عليها بالصالح وبالطالح، ونحن شاكرين لكم ولاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة.